السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ صحتكم لاباس؟ من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله يا سيدي ربي. نتوما وعائلاتكم وليداتكم معزالكم، الله يعطيكم من نويتو في خاطركم، والله يهدي ما خلق أخوتي المتتبعين. كما قلت لكم البارح، ما في الحقيقة وجيت يغلبني ملي كنجاوب هاد السيدة هاد الأم اللي شادة حق الله أخوتي المتتبعين، واللي خارجة كتعاطى وكتشاطى في اليوتيوب. حسبي الله ونعم الوكيل. والله العلي العظيم إلا شادي نقول لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان الأخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الله تكونوا في أحسن الأحوال يا سيدي ربي. والله يعاونكم، الله يشافيكم، الله يعافيكم، والله يوقفكم مع وليداتكم، الله يفرجها على كل مسكين. أخوتي العزاز، يا ربي تسمعنا شي خبر ديال الخير على الناس اللي وليداتهم معتقلين واللي كيتواصلوا معايا. يا ربي لما تفرجي عليهم في هاد العواشر، ودعواتكم مع كل مسكين ومع كل واحد مريض. يا ربي تشافيه وتعافيه، والله يوقف معكم، والله يعطيكم من وتي بخاطركم. وشكرا لكم بزاف العزاز الغاليين. في الحقيقه نتوما اعز الناس في الحق اللي لقيتكم في هذا اليوتيوب، وانتوما عائلتي الثانيه اللي ضمنتوا معايا، والناس اللي كتسول فيا في الخاص. نقول لكم سيروا، الله يعطيكم من وتي بخاطركم، سيروا الله يوقف معكم، والله يجازيكم بخير، والله يفرجها عليكم. المهم الخوت العزاز، غادي نجاوبوا المراه الكبيره مسكينه اللي شاده حق الله. كما كتشوفوا العزاز الغاليين، هي والداسره متحامين على لبنى. حنا ما كندافعوش على لبنى انها لبنى مسكينه غير حيت مرت بوكريشه، ولا لبنى حيت هي ريفيه ولا كذا. حنا كندافعوا على لبنى انها مرأة فعلا تستحق ان بنادم يدافع عليها، لان تظلمت في حقها وكلات العصا من هذه العائله هذه ومن هذه التصيله. ولبنى خوتي المتتبعين لحد الان مازال ما دواتش ومازال ما قالش داكشي اللي دارها. هاد الناس خارجين داويين خاويين غير هكاك. للاسف المتتبعين كما شفتوا، المراه اللي شاده حق الله و... ولابسه اللباس يعني ديال الاحترام ديال الروح المرحوم، وخارجه في سيدنا رمضان، خارجه كتعاطى وكتشاطى، وخارجه كتطلع الادسنس اللي كتقول ان القنوات هما اللي كيطلعوا عليكم الادسنس، وهما اللي يعني كيخرجوا كيدافعوا على لبنى وكيتخلصوا من هاد الفيديوهات. انا تنقول لك راكي غير كداخله خارجه في الموضوع، وهذا الكلام اللي كتخرجي به راه ما عنده حتى شي معنى وما عنده حتى شي حاجه بالنسبه للموضوع ديالكم مع لبنى، لان هادشي حنا كنشوفوه في الفيديوهات ديالكم، وكنجاوبكم على قد الفيديوهات اللي عندكم. كتخرجي كتقولي حسبي الله ونعم الوكيل في اللي تيهضر فيك، حتى حنا كنقولوا حسبي الله ونعم الوكيل انكم ما خليتوش هاد السيده ترتاح وتنعم حتى هي بالاستقرار، لانكم ما حسيتوش بالمعاناه ديالها وبالظروف ديالها اللي مرت بها. لان من نهار حطت رجلها في دار بوكريشه، ولا نهار حطت رجليها في هاد العائله المشوهه، ما نعمتش بالراحه وبالسعاده كما كيعرفوا عباد الله. السيده من هرجت هي في المشاكل. لبنى هرجت من حسيمه، ما جابش معها الشكايات وما جابش معها المشاكل من الحسيمه. المراه تزوجت على سنه الله ورسوله، على واحد الزوج، وقبلت عليه باربعه ديال التهمات واربعه ديال المشاكل ولا اربعه ديال الاولاد ولا اربعه ديال يعني اربعه ديال الكوارث كما تنقولوا، اللي تسلطت على راس هاد السيده، وزيد عليهم العائله المشوهه، وزيد عليهم الزوجه المصونه المطلقه اللي كانت مطلقه، ومن بعد رجعت حتى هي مزاحمه معاه في عقد الزواج. تنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. كنعتذر اخوتي المتتبعين، الصيام والجوع راه داير فينا حاله، ولكن كتخرج هاد السيده هادي لابسه حق الله وكتعاطى وكتشاطى، ما محترماش كاع داك اللبس اللي راكي لابسه، كتخرجي باكاذيب ومغالطات كتعطي المتتبعين. مازال زايده فيه. عجباتك المشاهده وعجباتك الحياه مع بنت ولدك، كتصرف عليك وتجيب لك، ولكن في نفس الوقت مستافده منك. البارح خرجاتك حاطه لنا مكحله، يعني باغا تيري في صحاب القنوات، ولكن القنوات كاع ما مسوقينلكش. احنا لك بالمرصده مدام، حنا كنحترموا اللاج، وكنحترموا العيالات الكبار، وكنحترموا الناس اللي كيحترموا الناس اللي دايرين بهم، حيت حنا كنبقاو صحاب القنوات. انت دياولك عائلتك ما احترمتيهمش، ما احترمتيش عروستك اللي كانت كتبوس يدك في الفيديوهات امام الملأ، وكتحترمك وتتقدرك. ولكن انت ماشي اول مره كديري هذا الشيء هذا، انت فايت لك سبقتي درتي هذا المشكل مع سعاد بنت ملطوبس، اللي كنتي كتقابلي لها ولادها بالفلوس، اللي كانت كتعطيك الفلوس وتشري لك الذهب وتتكسيك، كتكسيك انت قبل ما كتكسي راسها على قبل ولادها، ولكن ما سحاباش انها كتهلا فيك باش كتحرضي بنتها عليها هي، لان هذه هي طريقه انت ديال المعامله مع عائله ولدك، اللي كتقولي هكا درتو، حرضتو سعاد وخرجتوا عليها وطلقتوها بكريشه. لا الحبيبه، انت اللي خرجتي على سعاد، وانت اللي كنتي كتحري سعاد، وانت اللي كتضربي في سعاد، وانت اللي حمقتي سعاد
حنا ما كناش عايشين مع سعاد، حنا كنتواجهوا مع سعاد بالفيديوهات اللي كتخرج بهم. حنا خرجنا ضد سعاد منين خرجت فضحت الاسرار ديال بنتها، ماشي حيت كانت معاك انت. منين كانت معاك انت ما سهلاش، والفيديوهات شاهدين عليك في اليوتيوب المغربي. وسعاد كانت كتقول بانها كانت كتمولك ولا كتصرف عليك ولا كتعطيك وما قريتيش بالخير، كنتي كتخرجي وكتواجهيها. كنتي خليتيها حماقت وضربت بالحجر، حمقتي السيده. كانت كتقول سعاد بانك كنتي كتحري لها، والدليل على ذلك انك البارح كنتي كتهدي لبنى في الفيديو ديالك السابق، تتقولي انت فيك ما يتقال وعندنا ما نقولوا فيك، ولكن ما بغيناش نقولوا لانك انت ماشي ملاك، ولكن الفيديوهات بيننا. يعني هذا بحد ذاته راه كيتسمى تهديد للبنى. يعني مازال شوفي شنو غيوقع لك الا ما سكتيش. يعني صرفي علينا وكلينا شربينا، الله يجازيك بخير. وزيدي سكتي علينا، سكتي على المنكر اللي شتي، اللي كتقولي لبنى انها ما دافعتش عليكم. علاش غدافع عليكم لبنى؟ علاش نتوما دافعتوا على لبنى ملي كانوا كيخرجوا القنوات كيشرشموا لبنى وتيقولوا لها الشيطه على حبابها وهز حوايج في رزمه وجايه الفاس؟ عمرك دافعتي انت على لبنى؟ منين خرجوا القنوات كيتهموها بالفساد، كيتهموا انها مصاحبه مع الريفي اللي عطيها 12 مليون. هذو هي الكذابه. دخلنا معاك باش هذاك وجهك ولا سعيتيه. شمن صلاه وشمن صيام عندك؟ كتقول لك قدرتي الثقه في صحاباتك، وهي ما دارش الثقه حتى في عائله راجلها. ما لقاش فيكم الخير، ما لقاش فيكم الخير، ودارت فيكم الثقه. ماشي ما دارت الثقه في عائله راجلها، ولكن ما لقاش فيكم الخير. كنتو كتستغلوا المراه. شهرين وهي مخاصمه مع البنت وعمرك ما دخلتي، عمرك ما دخلتي ولا قلتي شي كلمه في حق داك السيده. كنتي مستغلها، عايشه واكله شاربه بخير. فوق السلوكه ديال الضو عندنا اذا كتحاسبي مع القناه وكنتي كتخلصي مني في القناه بعد ما كتقابلي القناه. وهي بنتك دابا بنت ولدك المصونه الداسره رويضه ستيل المشوهه، المشوهه المبهدله اللي كتبارطاجي الشميت. قولي لها هي تقابلك القناه، شرات لك الويفي وراه كلشي كتخلص لك منه. راه كتحطك وكتواجهك مع اصحاب القنوات، كتخرجك انت كتضاربي مع اصحاب القنوات وانت في هاد اللاج ولا بحق الله. البارح حطنا مكحله بغيتي تيري في القنوات زعما كتبيني لنا زعما غتخرجي. اش غتقولي فينا حنا كاع؟ اش عندك ما يتقال؟ نسيتي جا مشاكلك وفضحتك وشهتك. ماك ما دافعتيش على راسك ملي كتقول لك الناموسه ولا الشحيبر انك متصاحبه مع مول الخرشوف وجيتي حامله. ماك ما خرجتيش دافعتي على راسك. دابا بغيتي تخرجي تخلعينا تخرجي عينك فينا ولا زعما الا خرجتي عينك حنا غنسكتو؟ ما فهمتش. نخرجوا كنواجهوك بداكشي اللي كتقولي وداكشي اللي كديري وداكشي اللي واقع لك. حنا ماشي كنجيبو شي حاجه من راسنا، وحنا خرجنا كنا سباقين للصلح مع بعضياتكم. قلنا بانكم تصالحوا وصونيتك ما جاوبتينيش، وصيفط لك المتتبعين ديالي قلت لكم صوني وما جاوبتيهمش. ما بغيتيش تعطيهم لا راسك، قلتي ان الصلح ما كاينش. عيطوا لك المتتبعين قلتي الصلح ما كاينش، هي خصها تجي تطلب الاعتذار. ياك الخبيه تمشي للغراف بعد ما تخليتي عليها وزيتي حوايجك. شكون اللي جري عليك؟ ياك نتوما اللي هزيتوا حوايجكم وخرجتوا، نتوما اللي بغيتوا ديروا فيها ابطال زعما نتوما هما الابطال ديال المسلسل ديال الحلقات ديال رمضان. انت بغيتي ديري هاد الخصله وانت في هذاك اللاج ما حشمتي ما عرقتي. كتبغيو لولادكم الخير، ولكن بنات الناس ما كتبغيوهمش يكونوا بحال ولادكم. دوزتي على العروسه الاولى ودزتي العروسه الثانيه، ولكن مرت عبد الوهاب ما صلحتش لك. شاده تقاره وساكنه بعيده منك وعطيها التقار وعطيك النخال وخدامه على ولادها وخدامه شغلها وسامحه فيك. ولكن لبنى حصلتي لها في راسها، عايشه معاها واكله صارفه ما كتحطي حتى درهم، واللي شاتلك في ظلم الله كلشي ديالك. حتى من الكادويات ما كانتش كتنساك، اللي جالسه كتحاسبي لنا. الكادو ما كيكونش مفروض علينا اننا نشريو صحه، الكادو كيتعطى بالخاطر، ماشي مفروض عليا انني نجيب لك الكادو. اللي كتقولي دات لي الفلوس ولا تتقول لك شاتهم الكادويات، شاتهم الكادويات يعني راه ما كانتش مقصره. هي قالتها له بنا فمها، قالت لك انا داكشي اللي خديتي من عندك كنت كنخسروا عليك، كنخسروا على ولادك، كنشري لك الكادويات وخلي شريت التليفونات وما خليت ما شريت لك. عاد المصروف، عاد الزياره ديال ولدك، عاد الكيتمات، عاد السبرديلات، عاد المصروف التنقلات والشكايات والمحاكم بعد ما تخليتي عليهم. بعد ما كتمشي للمحكمه ما كتلقاش تيهز مع هذاك الحيمه ديال داك البنت اللي كانت صغيره، وكتجي المحكمه معذبه وهي معاها. كتجي معذبه المحكمه بالبنت الصغيره، ما كتلقاش اللي يعاونها. مؤخرا سمحتوا في امام المحكمه تعاونها غير المحامي الله يجازيه بخير اللي هز لها البوسيت وحطها لها في طاكسي. اللي ما حشمتو ما عرقتو نتوما والله ما كتحشموا قسما بالله. شنو دوزتوا على هاد لبنى؟ شنو دوزتوا على هاد السيده هادي؟ حنا شوف
حنا تكون لبنى، تكون كيف ما بغات، تكون ريفيه كيف ما بغات تكون، كتبقى مراه. ما تعاونتيش معاهم، ما بديتيش يد المساعده. انت انتقاميه، انت انتهازيه، انت امراه شريره كتبغي لبناتك الخير وتجمعيهم حداك، ولكن عرايسات كتبغي تنتقمي منهم. هادو هما العكيزات الغدار. انت داير بحال عكوس بنتي. غير المنافقين. السم تيقطر منك، وما احترمتيش اللاج ديالك، وما احترمتيش العواشر، وما احترمتيش السيده وفاء مضري اللي كانت كتسمعكم في القنوات، كانت كتدافع عليكم. ام يوسف مسكينه الفاسيه، دافعوا عليها مسكينه. السيل مسكينه المشرقه المبهدله الخانزه، شحال دافعت شحال بكات عليك. ولات دابا وفاء مدريد ما كتصلحش. والله العظيم الله يعطيكم الصحه. هما الاخلاق ما درتوش الخير في هذيك اللي قريبه منكم، شركت معكم الدم بالواد، والده معكم البنت، ما عقلتيش عليها وخليتها كتهزكم شراوتكم وعفنكم، كتهزوا كتهز الرحيل بوحدها. وانت جالسه مقابله مع الخدادي. يعني دابا انت كتقصدي بانك غتبقاي مازال جالسه مقرده بحال شي عاقسه مع الخدادي، وزعما تبقى تعاطي معنا. نشوفوا شكون اللي غادي يعيا، انت ولا حنا. انا والله الا كنحشم نجاوبك قسما بالله المتتبعين الا كنحشم منها، ولكن هي والله ما بغات تحشم. والله ما بغيتي تحشمي قسما بالله. ليه جعلنا نكبروا ونرجعوا بحالكم نديروا عرايساتنا بهذه الطريقه هذه، ولا نتعاملوا مع عرايسات ولادنا بهذه الطريقه ديالك انت. شمن نموذج المراه المغربيه؟ السلعه المشوهه. خصلو بنات تخرج تدافع عليك، تدافع على راجلها. هما الراجله الحبيبه ديالي كان كيدافع على لبنى ملي كانوا كيخرجوا القنوات كيشرشموها وكيبهدلوها. عمرنا ما شفنا بوكريشي هز كرشو وهز داك الراس ديالو بحال القلاد الماء ومشى للمحكمه ودار شكايه وقال هادي على في خاطر لبنينو ناخذ ليه حقها من القنوات اللي كانوا كيعايروها وكيشرشموها وكيقلعوها لها بالجلده خليتيها تولد بلا وقت. يا المنافقه يا الغداره، حسبي الله ونعم الوكيل. ما حشمتيش تدافع على راجلها. على من امتى كان عندها شي راجل في المستوى بحال الرجال ديال عباد الله؟ امتى مشى دافع على شرف بنته وعلى شرف ولادو ولا شرف مرتو اللي كانوا تيعايروها وتيقولوا بانها كانوا كيتهموا الفساد مع مرات الوانكم؟ ولاد شحيبر اللي بعدوها دابا كتقول تحياتي يا وليداتي. يا المنافقه يا عنقريش، يا المنافقه يا الشقفه. دويات هاد الحيوط كترجعي باللوان غاب وحدك. والله العظيم خساره انني شركت معك الطعام. والله العظيم خساره ان تلاقيت مع كافره بالله بحال كنتي. كافره بالله يا شطامطه يا عنق ريش. ما حشمتيش. علاش كتكرفسوا على بنات الناس؟ علاش كتعذبوا ولاد الناس بهذه الطريقه؟ علاش ما كتوقفوش وتدخلوا بخيط ابيض؟ علاش عزيز عليكم النفاق اللي كتقولي كديروا الفيديوهات كتاخذوا عليهم الادسنس وما كفاتكمش بغيتوا ديروا لها الثانيه. دابا تاع عروسك حتى هي تبعتيها مسكينه، ما بغيتي لهاش الخير. ما بغيتي لهاش الخير. ومالك كنتي ما كنتي كتصرفي تقولي لها جمعي فلوسك لبنى وديري انت علاش تولي. ياك بنت ولدك شرات المرسيدس بالملايين ما داروش اصحاب الداخليه. حنا ما كنحسدوكش الله يزيدك، ولكن طغيتي وتجبرتي وطلعتي للسما. كيطلعوا تجبروا لياتك وبنات الاصل اللي مشرفين الشريفات العفيفات اللي كيكونوا بنات الحلال ومرضيين الوالدين، ماشي مساخت الوالدين، ماشي مساخت الوالدين بحال كنتي. حتى لو هاد امك خرجتك للعلن وقعد المشكل وكاين شكايه في المحكمه، ما كانش عاك تخرجي تعاطي مع الام ديالك بديك الطريقه. حنا نهضروا قنوات، حنا ما عندناش علاقه بالام ديالك، ولكن انت كتبقى امك، انت كتبقى الام ديالك، انت اولى بها. وانت دابا ملي هزيتي حوايجك خرجتي مالك ما مشيتيش عند الام ديالك. هي امك مازال كتدافع عليك، مازال كدير الماء منين يدوز، ولكن انت مازال متجبره وطالعه تسمعنا. عجباتك الحياه ديال الزوافريه، عجباتك الحياه ديال الرفاهيه ديال كل الفلوس وبات نعسه بالليل باتي سهرانه في التليفونات، والصباح قايلين نعسه جوج نهار بحال داك الشفار. بحال الشفار دابا انت حياتك بحال الشفار، كيسرق بالليل وكينعس بالنهار. هي دابا ديالك انت حاله الزوافريه وصافي. ماشي حاله ديال واحد البنت بنت عائله وبنت دارهم اللي كتزرع على الراجل. داك اللباس اللي كتخرجي به وديك الشوهه وديك التبهديل اللي دايره فراسك، وعاد كتزيدها بالحقاره والوقاحه وكتعيري مع لياتك وتخرجي عينيك وكتبلطي عينيك. والله ما حشمتي قسما بالله. قالت لك الزوج ديالي قرة عيني، هذاك الزوج هذاك اعتبرتيه انت هذاك الزوج بعد ما اغتصبك انت مازال طفله، هذاك عاد تنتظري منه الخير. قالت لك مازال تنتظري لي غادي نولد. وداك الشيء درتيه انت لامك، انت بنتك غادي تكبر وديروك ان شاء الله. مازال المسلسل عندنا مطول في اليوتيوب المغربي اخوتي العزاز، مازال المسلسل عندكم طويل، مازال غادي نتفرجوا، مازال غتشوفوا اخوتي الحلقات والتسلسلات ديال هاد الاسره المشوهه ما بين الجده وبنات ولدها، وباغي نتغرقوا الشقف لهذيك لبنى. خصها تبقى شاده مع البنت القصير وهي متهمه
بالتجار في البشر باغيين تصيفطوها للحبس. المراه غارقه شكايات غادا للحبس نتوما كتفرجوا فيها، وخرجتي قلتيها يا المشرشمه يا المشرقه يا البهدله، يا المشوهه يا الدصره يا المتجبره يا سليطه اللسان يا الحقيره يا الوقحه اللي كتعايري لالياتك اللي كيناقشوا المواضيع بالمصداقيه، لالياتك اللي دافعوا لك على شرفك اللي ما دافعوش عليه عائلتك، شرفك اللي فضحاتو لك الام ديالك وتركتكم كل ديال الفضايح، لا عائله تمك ولا عائله با، كلكم تريكه مشوهه. بنادم ما يقرش عليكم السلام في الزقات، وما غاديين البزق تابعكم حاشا المتتبعين. حسبي الله ونعم الوكيل. ما دافعتيش عليه، ما خرجتيش تدافعي على راسك. دابا خرجتي كتسنطحي وكتواجهي، ديري لها الصينيه، بغيتو تعاونوها كتضحكوا عليها مسكينه. صحاباتك، اما نتوما ماشي صحاباتنا، ما بقاش عندنا معكم الصحبه، لان ملي كنخرجوا نقولوا كلمات حق الصحبه كتنسحب، كيولي داك الساعه غير القرطاس خدام. ايوا واش دير راسك هوا الهراوه، واش دير راسك مدام. انا تنقول الحقيقه، سيري قبل صلاتك، سيري الجامع سليك التراويح، راكي طغيتي وتجبرتي، راكي باسله مرا كبيره وانت فاضل الله شنو كتعطي. فين هو النموذج ديال المراه المغربيه؟ فين هو؟ يا ما دافعنا عليك ولكن ما فيك خير، يا تاتا ديال الحيوط، يا اللي فعل قرطيطه، الهلا يعطينا ويعطيكم يا المتتبعين شي عكوزه بحال هاد النقريش. هذه المتتبعين بصحه فطوركم وتحياتي لكم، والله يعطيكم من موت بخاطركم وخليكم على خير.